صحتك النفسية مبنية على صحتك الجسدية بشكل كبير قوي، ممكن نقول بنسبة 80%. موسى، فاكر القهوه اللي انت بوظتها لي؟ هتذلنا بقى خلاص يعني، ما كنتش فايم باننا احنا بقى في المطبخ، الروتين بقى بتاع اكله بيأثر على صحتي النفسيه جدا. ازاي؟ مثلا انا اي حد بيجي لي اول حاجة بطلبها منه خالص قبل اي شيء شوية تحاليل مهمة، الا وهي فيتامين دي، حديد، مغنيسيوم، بي 6، بي 12. اوكي. نقص الحاجات دي هو كفيل ان هو يبوظ لك المود بتاعك، فانت تبقى ساعتها ممكن تبقى فكره عندك ديبريشن او عندك مشكله او وتلاقي تظبيطها بسيط جدا. هو بس محتاج انت تظبط روتين اكلك. الاكل الصح لا بتفرق عليه حاجات كتير قوي. الاستريس الناس بتستقل بيه في العادي، بس هو كفيل ان هو يدمر جسمك وصحتك الجسديه مش النفسيه بس. يعني في معلومه مثلا ما اعرفش غايبه عن معظم الناس ولا لا، بس وهي ان الاسترس من اكبر مسببات وعوامل الكانسر. ربنا يحمينا ويحميكم. ما تستقبلوش يا جماعه بالاسترس، وما يبقاش روتين يومي عندكم، ان هو كارثه من الكوارث بالمعنى الحرفي. بيأثر على الصحه العقليه، على الصحه الجسديه، يعني لدرجه ممكن نوصل لا قدر الله للكانسر. الناس ما بتسالش نفسها ليه دايما في كل مستشفيات علاج الاورام والكانسر والكلام ده دايما بيبقى في برامج ترفيه للمصابين والكلام دوت، بيحاولوا يحافظوا على صحتهم النفسيه باقصى درجه ممكنه. مصيبه الاستريس، مصيبه. ده غير بقى الحاجات اللي بتحصل على مستوى الجسم، تساقط شعر، البشره ما بتبقاش احسن حاجه، النوم بيبوظ. لا الاستريس كارثه. يعني هو في علاقه ما بين صحتي النفسيه والجسديه؟ صحتك النفسيه مبنيه على صحتك الجسديه بشكل كبير قوي، ممكن نقول بنسبه 80%. مبدئيا معظم يعني الشخص اللي هتلاقيه مهتم قوي بصحته الجسديه وبروتينه اليومي، سواء بقى الكيرنج على مستوى انزل يا توتي، سواء على مستوى السكين او سواء على مستوى الاكل او بتاع، دايما هتلاقيهم كمنتال هيلث احسن بكتير. في مثلا برضه شويه حاجات في الروتين، لو انت خليتها دايما في روتينك اضمن ان انت يومك هيبقى لطيف، والاستريس تأثيره عليك مش هيبقى زي العادي. الناس بتستقل قوي بلقطة ان انت تصحى الصبح وتاخدها كأنها يعني حاجة من الرفاهيات. تصحى الصبح قبل ما تبص في موبايلك خد 10 دقايق اسمع مزيكا واشرب قهوة. طب بالنسبه بقى ولاحظ الفرق بعد كده. طب ماشي، نسيبنا من النقطه دي. انا دلوقتي انا خلاص صحيت من النوم. طب بالنسبه بقى للناس اللي عايزه تنام ازاي؟ يعني عشان نصحى من النوم كويسين وفايقين ورايقين عشان نسمع ميوزك. تمام، انا عايز انام دلوقتي. عايز تنام؟ طيب ممكن نقول شويه تيبس كده بسيطه. انا عايز عسول قوي، حاسس ان انا في فيلم الفرح، فاهم؟ وانا بصور القط. تصور هو؟ ممكن نقول شويه تيبس بسيطه. اوكي. للنوم انا شخصيا بعملها يعني. اي نعم النوم مبيبقاش احسن حاجه من الشغل، بس يعني ايه بحاول بقدر الامكان. هو رقم واحد لازم نحضر نفسنا للنوم. فالمكان يا جماعه اللي احنا هننام فيه هو للنوم مش لحاجه تانية. بندخل عليه لما احنا نكون خلاص داخلين ننام. لازم ان في ناس كتير بتستقل قوي بلقطه ان ما يبقاش فيه اضاءه وتنام في وسط نور او نور سهاري او يفتحوا التلفزيون ويناموا عليه. جوده نومك اتضربت بالنار. الهرمون بتاع الميلاتونين بتاع النوم العقل البشري مش بيفرزه الا لو كان في ظلام تام. اللقطه التانية ودي غايبه بقى معظم الشباب والبتاع، الاعشاب يا جماعه. اليانسون قبل ما تنام بنص ساعه اعمل كوبايه ينسون، حط عليها نعناع او بابونجا او ايا يكن الاعشاب المتوفره عندك من دول علاج طبيعي للاسترس، للقولون، للبطن، بيهديك جدا ويخليك تعرف تخش في حاله النوم كويسه. اليانسون ده مضاد فيروسات من عند ربنا. النعناع على فكره مثلا ده داخل في كل على فكره حاجات المهدئات اللي احنا اللي الدكاتره بيكتبوها
فليه يبقى قدامك الحاجه الطبيعيه ويعني ما تستخدمهاش وتروح تاخد بعد كده بقى المهدئات والمنومات والكلام ده كله. الموجات الكهرومغناطيسيه اللي بتطلع من الموبايل وانت نايم تضرب لك جوده النوم، فتصحى نمت قد ما نمت بس حاسس ان انت محتاج تنام تاني او تعبان او جسمك مكسر عشان ما نمتش صح. فهو مش بكتر الساعات على قد ما الجوده. فانت حافظ على الظلام الكامل في الاوضه اللي انت هتنام فيها، حافظ على ما يبقاش جنبيك اي اجهزه الكترونيه شغاله، حافظ على انك قبل ما تنام بشويه ابعد عنك الموبايل نص ساعه على الاقل، ابعده، اعمله فلايت مود وابعده، وشغل حته مزيكا هاديه تدخلك في النوم، وخلي ده روتين خلاص. فساعتها العقل بقى حافظ ان دي اشاره النوم، فهيستجيب ليها اوتوماتيك بعد كده اهوت. بس انا بقى في فيديو جاي نشوف بقى الشوربه طلعت حلوه ولا وحشه. لا والله انتوا تعرفوا النهارده ان شاء الله بعد الشوربه ونطلع البلكونه. الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي.